هو على الحقيقة مرعب. في البداية أنا بكلمك عن تجربتي الشخصية كصياد، كل يوم في البحر وبشوف القروش كتير جدا. إيه الأنواع؟ أكتر من 500 نوع قرش. لازم تعرف إنها متعة كبيرة جدا غير لما تتفرج عليها في التلفزيون. هو على الحقيقة مرعب. أول سؤال، ينفع صيده؟ هو ممنوع صيده في مصر. الحجم، كل الأحجام ظهرت معانا والوحش ده قرب جدا مننا. والصغير كان موجود معانا على المركب ونزلناه المية تاني. وده بقى حكاية، كان بيلف حوالينا وقلنا نلعب معاه شوية. قعدنا ننزل له الطعم وهو يلعب معانا كتير جدا. حاول ياكل الطعم ويطلع واحنا مرضناش ناخده ولعبنا معاه شوية. تخيل انك في رحلة صيد تلعب مع القروش. العب كمان عايز العقب بتاعك. انا بقى في اليوم ده كنا بنصطاد في الغزير وعلى عمق 300 متر وبالمكنه التانيكم الكهرباء وقاعدين، وفجاه ضربت عليا حاجه 300 متر 350 متر، حاجه جامده جدا. فضلت الم فيها بالمكنه الكهرباء لدرجه ان المكنه سخنت مني وكانت حاجه تقيله جدا. فضلت اطلع لغايه ما ظهر القرش ده على وش الميه، وبرضه زعلت انه طلع قرش لان لو طلعت سمكه تانيه هاخدها. وفي الاخر فكناه ومشيناه. مع السلامة يا حبيبي، نورت يا باشا. دي بقى مرة تانية كنا قاعدين بالليل وكريم لكع حاجة تقيلة جدا ودخل عليه قرش. فضل أكتر من نص ساعة يحاول معاه ويلم معاه ويطلع، وكان كله أمل إن يطلع ده حاجة تانية غير القرش. لكن للأسف أول ما ظهر زي ما أنتم شايفين على وش المية اكتشفنا إنه قرش، وقرش كبير كمان جدا. وبعد كده قطع الخيط ومشي الحال سبيله. كريم اهو. كريم بعد مش عارف اقول ايه. انا مش عارف اتكلم. لكم من اكيد اتفرجتوا وشفتوا اللي حصل. يا جماعه ده في كام حاله. هل هو خطر على الانسان؟ انا هنا ما بتكلمش ان انت موجود معاه في البحر وبتعوم، انا بتكلم عليا كصياد. انا كصياد القرش مش خطر عليا خالص ما دمت ما اصطادتوش وما دمت ما طلعتوش على المركب. لو حد اصطاده وطلعه على المركب طبعا بيتحرك حركه سريعه جدا، ممكن جدا يأذيك. اكله حلال ولا حرام؟ اكله حلال طبعا، وفي ناس كتير اكلته. في ناس قالت انه دسم جدا واستثقلته، وفي ناس تانية حبته وقالت انه حلو جدا. لكن في العموم معظم اللي كلوه كانوا بيقولوا ان الاحجام الصغيره افضل بكتير من الاحجام الكبيره في الاكل. الوحيد ابن الايه اللي غير الشعار، اللي يشدنا مش هيبات عندنا بس يبعد عننا.